السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ ايه رايك النهارده هنعمل حاجه حلوه بدون فرن، سهله وبسيطه هتعمليها. بصي، اسهل حاجه هتتعمل معاكي في 3 دقايق، هتاخد معاكي من 3 ل 5 دقايق مش اكتر من كده. هتشوفي الفيديو انا هعمله في وقت قد ايه. اللي انا عملته ده ما خدش في ايدي بالظبط 5 دقايق وكان جاهز. شايفينه؟ لا، احسن حلوه هتعمليها وبدون فرن، ومكوناتها سهله وبسيطه هتعمليها، مش هتاخد في ايدك 5 دقايق. شايفين بقى الشكل؟ شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ كريم كراميل بالفواكه، اسهل حاجة هتقدري تعمليها واسرع حلوى هتقدري تعمليها بدون فرن، ومكوناتها سهلة وبسيطة وهتعمليها في منتهى السهولة. شايفين الشكل؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. خلاص، يلا بقى نشوف عملنا مع بعض ايه. معانا هنا اي نوع فاكهة عندك، انا عندي هنا موز وتفاح، هتحتاجي في الوصفة صباع موز وتفاحية واحدة بس. خلاص. عندك فراولة حطي، عندك اي نوع فاكهة، عندك كيوي حطي، عندك بسكوت سادة حطي. اي نوع فاكهة، ما تقفيش على حاجة، اللي موجود عندك حطي. خلاص. لو ما عندكيش اي فاكهة هاتي كيس بسكوت ميري، اي بسكوت سادة هتحط كسريه وتحطيه. خلاص، ما تقفيش على حاجة. يعني انا برضو بسهل لك الدنيا. مفيش فاكهة مش هنقف على الفاكهة، هنجيب باكو بسكوت وهنكسره وهنحطه بدل الفاكهة. ماشي، وهديكي برضو نفس النتيجة ومش هيتحس بأي فرق. خلاص، هنقطع بقى التفاح كده قطع صغيرة. شايفين؟ هنقطع كده بالمنظر ده اهو. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا وهننزل بالفاكهة بتاعتنا كلها، هنوزعها. وزعي بقى كده بالتساوي. جربيها، مش هتاخد معاك اي وقت ولا اي مجهود، هتعمليها في 5 دقايق، ما خدتش معايا اي وقت. حلوة كده على البارد هتعمليها بدون اي فرن. خلاص، تتعمل دايما في الصيف. خلاص، نشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. معانا هنا كيلو لبن، ومعانا هنا كيسين كريم كراميل اللي هو الكريمة اللي جاهزة. هنفضيهم وهنحطهم في كيلو اللبن. خلاص، هننزل بيهم، انا مش مولعة كده على اللبن كده، كله ده على البارد. خلاص، هنقلب بقى اللبن مع الكريم كراميل كده، شايفينه على البارد، انا لسه ما ولعتش البوتاجاز. خلاص، اول ما يدوب بقى معاكي ابدأي ولعي البوتاجاز بتاعك. خلاص، بسم الله. هتخليكي بقى ايدك كده فيه باستمرار لغاية ما اللبن يبدأ يغلي معاكي، والقوام بتاعه يبدأ يتقل اهو. شايفين ابتدى يغلي معانا، هنسيبه دقيقة كمان يغلي على النار. اسهل حاجة واسرع حاجة هتعمليها بدون فرن. خلاص، هناخد بقى اللبن ده كله وهننزل بيه على الفاكهة. خلاص، في القالب بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. شايفين شكلها؟ ما خدتش معانا وقت. ايه رأيك بقى؟ خدت وقت؟ خلاص كده، هي كده الوصفة بتاعتنا خلصت. حاجة مفيش اسرع من كده ومفيش اسهل من كده، واسهل حاجة هتعمليها في الصيف. خلاص. شايفين الجمال؟ معانا هنا قلبين سيليكون برضو صغيرين. خلاص، هننزل بيهم برضو في اي نوع فاكهة انتي تحبيه وتفضليه، وهتنزلي بالكريم كراميل كده بتاعك. خلاص. بعد ما تصبي بقى القوالب دي، يا هتحطيها في التلاجة مش اقل من ساعتين، لو انتي مستعجلة هتحطيها في الفريزر يعني من ربع لتلت ساعة. انا حطيتها في الفريزر، خدت معايا بالظبط من 17 ل 20 دقيقة وكانت مسكت معايا. لكن لو مش مستعجلة وعايزة تحطيها بقى في التلاجة حطيها. بصي، خدت معايا على الاقل كده 20 دقيقة في الفريزر وطلعت اهي. شايفين؟ هتجيبي بقى السكينة بتاعتك وهتبدأي تشيلي الفراغات كده بالراحة، هتفصلي الكريم كراميل كده من الصينية بتاعتك بالراحة كده من الأطراف. ايه رأيك بقى؟ مفيش أسهل ولا أسرع ولا أحلى ولا أجمل من كده. هستاهل لايك بقى وكومنت كويس منك ودعوة حلوة من قلبك. بصي، القوالب بتاعتنا السيليكون بتطلع بكل سهولة. شايفين؟ مش محتاجة ان انا احطها بسكينة، السيليكون ما بيلزقش. خلاص، هنقلب بقى الكلام ده مع بعض. بسم الله اهو. بسم الله. في حاجة هنا يا جماعة انا فعلا نسيت احط صوص الكراميل.
هو البواكت دي بتيجي معاها كراميل جاهز، المفروض كنت نزلت بيها، فانا بجد نسيت احطها خالص. بس هي بصراحة طعمها يجنن، وشكلها كمان في منتهى الجمال. انا بقى عايزاك تجربيها وتقولي لي بقى ايه رأيك فيها. اسرع حاجة هتعمليها على الواقف. ايه رأيك؟ خدت وقت؟ ما خدتش اي وقت ولا اي مجهود. إيه رأيك بقى؟ يا ريت بقى لو عجبك الفيديو وانت جديدة معايا، يا ريت تشتركي معايا في القناة، وما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واستنوني في فيديوهات جديدة حبايبي. والسلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا. سلام عليكم.